تكلم به ملا باسم الكربلائي ذكره القرآن. سورة المنافقين سورة كاملة تتكلم عن صحابة رسول الله وتتهمهم بالمنافقين. باسم الكربلائي لم يأتي يعني بشيء غريب. الكل يعرف أن الكثير من الصحابة تقاتلوا فيما بينهم وأحدهم قتل الآخر، وبالتالي نحن لسنا يعني غير مكلفين بأنه ضرورة أن يكون الجميع في الجنة. أنا من حقي أن أقول هنالك صحابة. القرآن يقول، مو أنا، القرآن يقول أن هنالك منافقين رسول الله البعض منهم تعلم بهم والبعض الآخر لا تعلم. نعم سماهم، تعرفهم، نعرفهم احنا. اي نعم، تم تسميتهم. الكثير منهم تم تسميتهم في يعني بنصوص تاريخيه وروايات. البعض الاخر قتل الكثير من المؤمنين، بالتالي ماني حق اني اقول هذا. اقدر احاسب مثلا، والله اخاف فلان يزعل، اقدر احاسب. لا احد المؤمنين، كيف اني اجي يعني؟ بالتالي انت عندك مكونات عراقيه، ليش تثير اعراض طائفيه؟ بالتالي انت ايضا ما تقدر تنتقد مثلا الديانه الايزيديه ولا الزردشتيه، ولا تقدر تنتقد الصبه، صح لو لا؟ بعد هذول ليش عراقيين؟ ليش محسوبين علينا عراقيين؟ مسألة الديانات هذا يدخلنا إلى مسألة أخرى، إنه إحنا اليوم نناقش المسائل الدينية على يعني على مواقع التواصل، أو أنا أريد أبين معتقد الديني يتعارض مع معتقدك. يعني مثلا أنا أعتقد إنه الإمام علي عليه السلام هو الخليفة الأول، والله أنت لأنه سني ما راح تزعل. يعني أنا ما لحق أنه أتكلم بمعتقدي حتى أنت تزعل. زعلت ولا ما زعلت؟ هذه مسألة تاريخية. أستاذ عدي، يعني تريد تتكلم هسه. أستاذ عدي، هذا الكلام طائفي وما مقبول الصراحة. احنا بعيدين عن هاي الطائفية. هسه تريد تحكي، هسه تريد تتكلم، مو هذا يمنعك، هذا يمنعك. احنا بعيدين عن ليش هسه لك حق تتكلم وغيرك ما يصير يحكي؟ ما يمنعني. لا ما يمنعني. يمنعك، انت تثير اعراض طائفيه. بالتالي هذا اخطر من عصفوره بغداد كلامك. هذا الكلام ده تتكلم طائفي، احنا خرجنا اخطر من صجمه، اخطر من كل الاسماء اللي سمعناهم. هذا الكلام هذا حديث طائفي استاذ عدي، هذا حديث طائفي احنا بعيدين عنه. احنا نريد نتماسك مجتمعيا. هذا حديث طائفي اللي تتكلم به انت صديقي. اي والله، عوف هذا الحديث. حتى المرجعيه ما تقبل بهذا انا اطلب منك هسه استاذ كناني فدوه، اطلب منك حتى المرجعيه تسحب هذا الكلام، هذا الحديث الطائفي. دقيقه استاذ سعدي فدوه، استاذ سعدي فدوه، استاذ الكناني فدوه. احنا نكون عندنا، بس اسمح لي، عندنا مجتمع عراقي. انا اطلب منك ان تسحب هذا الكلام وتعتذر من الجميع. هو نائب الامام نائب النبي عليه الصلاه والسلام، وهو يعني هنالك نصوص هي من كلفتهم. حتى ما اخذ وقت استاذ ميثم، اجازه من عندك ولا من احد اخر حتى يتهمني بالطائفيه. هذا معتقدي، ما يحق لك استاذ كناني لا تستطيع ان تتكلم. انا اتكلم رغما عن انفك. شنو ما اتكلم؟ لا ما تتكلم انت طائفي. انت انا ما اقبل هذا الاسلوب الحوار بين الضيوف. تتكلم هذا الكلام مو غصبا عنك يصير تتكلم هذا الكلام. لا انت تروح للطائفيه. طيب انت خلاف المرجعيه وخلاف المذهب الشيعي والسني، انت خلاف الدين تتكلم الان. طبعا ما يصير تتكلم هذا الكلام. هذا الكلام احنا مو الان به، احنا نحتاج الى لحمه مجتمعيه، صح. نحتاج الى مصاهره. انت جاي استاذ كناني، انا ما حنتقل. استاذ سعد اسمح لي، انا ما حنتقل، بس اطلب منك ان تراجع نفسك وان تعتذر فيما بعد للامانه لكل العراقيين على هذا الكلام اللي صدر من عندك. في راح ارجع لك فيما بعد. عن ماذا اعتذر؟ اعتذر على انه المؤمنين هو اول الخلفاء؟ لا احنا ما عندنا مشكله، احنا ما عندنا مشكله، ما عندنا مشكله. بالتالي بس انت لا تحاول تصعد من اعراض طائفيه وتقول بكيف يعني احكي. غيرك لما يريد يحكي، لما يقول لك اكو فلان سياسي فاسد، تقول له لا ما يصير. لا نعترف لا بابو بكر ولا بعمر ولا بعثمان. هذا